الناس اللي خايفة من المرايات اللي هي ضد الكسر، هي المراية ضد الكسر عشان في واحدة سألتني بتقول أنا خايفة أجربها. أنا بقول لها بعد ما الأوردر اتشحن وبقول لها جربيها وعادي مفيش مشكلة، هي فعلا ضد الكسر. بتقول أنا خايفة. فكل الموضوع إن أنا صورت فيديو على اللي هي عليها لزق، اللي هي دي، هي ده عشان شلنا من عليها اللزق. صورت فيديو على دي هي دي بالظبط، مفيش أي مشكلة. هي بس دي بيبقى عليها لزق اللي هو عشان خاطر إيه، حماية مكان الشيل والحط والكلام من ده. انما دي هي دي بالظبط. كل الموضوع ان هي بيبقى عليها زي ستيكر كده بس ده يعني ده مجرد لزقه بس كده على المرايه بحيث تديها حمايه عشان ما تتخربش. فانت حابه تجرب جرب، ما فيش اي مشكله. يعني ده بالظبط هي دي اهي، دي هي دي. اذا بشكل اوضح المرايه اهو، المرايه العاديه دي اللي هي ضد الكسر اهو، ماشي. ميتها اهي على الطبيعه برضو، ماشي. والظهر اهو بتيجي بعلقتين ورا بحيث تتعلق. وده الستاند، حبيت تتني الستاند بينتين اهو وخلاص، وتتعلق من الاتنين دول بتاعتها اهي على الطبيعه، ماشي. دي اهو بتبقى هي ولكن لسه عليها الكيسه بتاعتها او اللزق او الكلام من ده عشان تحميها من الخرابيش مش من الكسر. هي كده كده بامر الله ما بتتكسرش. وبرده اهو، وده برده للتوضيح والتاكيد اهي من غير اي ايديت ومن غير اي حاجه. بسم الله، زي ما انتوا سامعين الصوت يعني اهو، تمام اهو. بسم الله اهو، الصوت بيهز في المكان كله اهو من ورا، تمام. الشحن هي اللي بتروح له كده، انما اللي من المكتب بيستلم عادي، تمام اهو. وجات لك شحن بتشيل اللزق ده اهو اهو، اهو بالظبط هي بالظبط بتبقى على الوضع ده اهو. ان شاء الله يكون باين عندك في الكاميرا اهو. تفتح السناده اهي، ولكن خليك حريص لان هي الماتيريال بتاعتها مش قويه يعني، الماتيريال بتاعت السناده دي. والعلاقتين اهم بيبقوا هنا زي ما وضحنا اهي. دول المرايات اللي ضد الكسر، اللون جولد اهو. ان شاء الله تعجبكم وحاجه محترمه وتشرفونا وتستلموا.